منتهى الشياكة زي ما انتم شايفين كده، وبطريقة سهلة جدا كمان لو ملاحظين. بدأت مشروع الأكل البيتي برقم رمزي، وبتعمل التورتة أدوار وملامحها هادية، وبتلبس عبايات وهي بتطبخ الأكل. الطبخ ده لعبتها، ودايسة في كل حاجة، حلويات تلاقي وحادق تلاقي، وعملت وليمة في حفلة تخرج بنتها لوحدها من أولها لآخرها. حكاية الشيف عزة في المطبخ، إزاي اتشهرت وإيه حكاية مشروعها البيتي، وليه بتشجع ربات البيوت يشتغلوا، كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. ملامحها هادية وبتحب الأكل، ومتابعينها بالملايين وبيحبوها وبيستنوا حلقاتها كل يوم، وعندها ولد دخل في سكة السوشيال ميديا وبقى بلوجر. كلامنا هنا عن الشيف عزة السيد، ومشهورة بعزة في المطبخ. اتعلمت الطبيخ من مامتها وجدتها، وواخدة نفسهم في الأكل. عندها مطبخها مملكتها، وبتعشق كل تفصيلة فيه، وعملته من الخشب وشكله حلو قوي يخطف عينك من نظافته وشكله المنظم. عزة بتعمل وصفات وخلطات سرية، بس مش سرية على متابعينها، وبتقول لهم كل التركات علشان تطلع معاهم أحلى وأحلى. عزة قدرت في وقت قصير تحقق نجاح كبير ومشاهدات بالملايين. أقل فيديو بيجيب 1,000,000 مشاهدة، وكل الشركات بتعمل عندها دعاية وإعلان، وهي بتعلن عن المنتج بكل مصداقية، وبتطلع لجمهورها بتنصح بالمنتج، بس بطريقة فيها شوية من المصداقية، مفيهاش أي مبالغة، بالعكس تحسها بتعتبر الجمهور أهلها وأصحابها. عزة عندها ولدين وبنت، وعندها ابن حابب يكون من المشاهير، واتبع الطريق ده ومشي وراه، وعمل بيدج ليه باسمه مروان حنفي، وهي زيها زي أي أم بتشجعه وبتعمله شير. يا ترى ايه حكاية مشروعها اللي بدأته بمبلغ رمزي؟ أول ما ظهرت على السوشيال ميديا ظهرت وهي عاملة مشروع للأكل البيتي بمبلغ رمزي ما يتعداش 1000 جنيه، بس قدرت في فترة قصيرة تعمل أكلات ووجبات سريعة، لدرجة إنها بقت تطلب في المناسبات والأفراح تعمل تورته أدوار من كتر شطارتها. وهي شايفة إن المشروع مربح، وشجعت ستات بيوت كتير يعملوه، وبالذات لو ستات محتاجة بجد لمصدر رزق ثابت، وفي نفس الوقت هيكسبك من وانتي في البيت. مش بس كده، عزة قدرت إنها تكون من أشهر الشيفات اللي موجودة على الساحة في مصر والوطن العربي، واتعمل ليها برنامج مخصوص على قناة هي واسمه عزة في المطبخ، وكل ما تظهر تشجع زميلتها، وما بتحبش النفسنة خالص وبتحب الخير للكل. عزة مش بس شاطرة في الطبيخ، دي كمان قدرت تحول الجنينة بتاعت بيتهم لأشجار وخضرة وزرع، والكل اتغنى بشكل الجنينة بتاعتها. عزة كل اللي يشوفها بتدخل القلب على طول، ومش بتلبس غير عبايات وهي بتطبخ، وبتلبس كفتان في رمضان والعيد. من كتر شياكتها ولبسها المحتشم، ناس كتير بتسأل عن المكان اللي بتشتري منه، وطلعت وقالت عن المكان وعملت إعلان عنه، من كتر ما متابعينها مبهورين بستايل لبسها اللي بيميزها عن غيرها. عزة بتحب الطبخ لدرجة إنها في أي مكان تطبخ، ما بتاخدش اجازه منه، حتى وهي في المصيف بتطبخ وتعمل لهم اكلات وتورته وتشيز كيك، وما عندهاش مستحيل، دايسه في كله. يا ترى جربت وصفات عزة في المطبخ؟ وايه اكتر حلقه عجبتك وهتكررها تاني؟ شاركونا في التعليقات.